اقسم بجلالة الله يا جدعان، انا مش مصدق وحياة ربنا مصدق. جمهور الاهلي ده ملوش حل، اقسم بجلالة الله ملوش حل. هيجيب لي بيراميدز جلطة من الاهلي. انت داخل تتحدى مين يا عم المغفل؟ انت ده بيني وبينك سنين ضوئية اصلا. يعني انت داخل تعلي عليها التذكرة وتعمل التذكرة ب 200 جنيه برضه اشتريتها. داخل بتستدعي جمهور ايا كان هو مين الجمهور، وتديله 200 جنيه وتعمل له وجبه فراخ عشان يخش يشجعك. جمهور الاهلي داخل شاري التذاكر اللي هي ببلاش اصلا، وخد ال 200 جنيه وقاعد يشجع النادي بتاعه اللي هو الاهلي، وقاعد ماسك الفرخه عمال يقزقز فيها ويشجع من مدرجاتك. يعني بص، يعني قاعد جوه بيتك اصلا يا مغفل. شابوه 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 جمهورنا يا عم. انت بتتكلم على مين يا عم؟ ده احنا عالم جحد اصلا. يعني انت بتبص يا عم استوعب، انت بتنافس مين ولا بتتكلم مع مين اصلا يا عمي؟ يعني اصلا انت، انا مش فاهم ايه يا عم الغباء دوت يا عم. انت عايز تستدعي جمهور، عايز تعمل لنفسك جمهور يا حبيبي، اسعى يبقى انت ليك جمهور. لكن ما تجيش انت اصلا تستدعي جمهور وعايز تعمل لنفسك كارير اصلا، وانت مالكش كارير. انت لسه بيبي يا حبيبي، لسه ما اتفطمتش يا بابا. مش لما تتفطم من الاول يبقى ليك جمهور. وانت ما خدتش اصلا ولا حتى بطولة السباحة مش عارف ليه للناشئين. انت ايه يا عم؟ استوعب يا عم الكلام اللي انت بتقوله يا عمي. والايه لا وبص الجمهور نفسه اصلا قاعد، يعني ده اصلا قاعد من قلب المدرج عمال يشجع جمهور الاهلي وينادي ويه يا عم انت. وحياة ربنا بص، ناس مغفله، ناس مغفله اقسم بجلاله الله. يا عم لما تبقى تتشطم الاول يبقى اعمل لنفسك جمهور واعمل لنفسك كارير. لكن انت اصلا ما تحطش الاهلي في جمله مفيده. انت بينك وبينه بص، يعني اصلا اقرب منافس اللي هو نادي الزمالك نفسه اصلا بينه وبينه برضه سنين ضوئيه اصلا. يعني عشان يعني الاهلي ده المفروض يبطل كوره ويقعد في البيت 30 40 سنه عشان اصلا النادي الزمالك يقرب من النادي الاهلي. انت بقى بيراميدز يا اللي لسه مولود اول امبارح جاي تخش عايز تعمل تنافس النادي الاهلي، تنافس النادي الاهلي في ايه بقى؟ اماره ايه يا حبيبي؟ مش لما تغير البامبرز الاول وبعدين يبقى شجع ولا هات لك جمهور ولا بقى لك جمهور؟ لما تاخد بطوله حتى الاول. وانت مش عارف بقالك كام سنه اصلا في الدوري المصري عمال تاني تالت رابع تاني تالت رابع. واصلا حتى برضو الناس اللي هو الجمهور النادي الزمالك ولا نادي الزمالك اصلا، يعني هو شوف هو بعيد بقى اصلا بقاله قد ايه اصلا عن البطوله، وانت داخل منك انت. يعني هو اصلا عشان النادي الزمالك تعبان ومش كويس هو بس سمح لك اللي انت تخش. لكن انت اصلا انت ما تحطش الاهلي في جمله مفيده، ما تبقاش مغفل اصلا. المفروض ما تستعديش جمهور الاهلي ولا النادي الاهلي يا عمي. انت لسه بص يعني اقسم بالله انا مش قادر اتخيل وحياة ربنا الموقف نفسه والله العظيم. يعني انا شفت الجمهور، انا بقيت قاعد انا قلت اللي هو الجمهور بتاع نادي الزمالك ولا جمهور اي نادي تاني وداخل عادي اديني خدت وجبه و200 جنيه وبتاع، وده ادي بقضي يوم لطيف بدل ما كده بتفسح يعني. لكن جمهور الاهلي وانت عليه في قلبه مدرجك. يا نهار اسود بصراحه. يعني بص، شابوه 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 جمهور النادي الاهلي وشابوه مجلس اداره، والف مبروك يا جدعان. واللي جاي احسن باذن الله، باذن الله اللي جاي احسن. بس انا بتكلم وبرضه حتى اللاعب اللي هو اللي عندك اللي هو الشيبي ده وحياة ربنا ده مغفل، واقسم بجلاله الله مغفل. مفيش حد يعمل كده يعني. انت اصلا في بلد، يعني طبعا بلدك وكل حاجه. وبس انا عمري ما حتى ما شفت المغاربه يعني بصراحه يعني على لعيب قليل الادب قوي يعني. يعني الجمهور، يعني المغاربه انا اتعاملت مع ناس كتير اصدقائي، عمري ما شفت اصلا كلهم ناس محترمه وناس مؤدبه. انت ايه يا عم؟ انت بتشوه سمعتك اصلا، سمعه البلد اللي انت منها. يعني في لعيبه محترفين كتير سافروا في اي حته برضه، ما فيش يا عم حد بيعمل الكلام ده. وبعدين انت داخل وانت كنت اصلا في نيتك شر. بص وسبحان الله ربنا استر عشان الواد ده اصلا عيل سالك. حسين الشحات ده سالك. اقسم بجلالته كان هيبطل كوره اقسم بجلالته. طب ليه الاذى ده؟ سيبك بقى بعيد عن الكوره، بعيد عن اي حاجه. انت بني ادم مؤذي اصلا. يعني انت كده بني ادم مؤذي وبتاذي واحد في اكل عيشه كمان. يعني انت ممكن تبطله كوره، حرام عليك. طب ليه كده؟ ليه الاذى دوت؟ يعني بقول يعني الواحد يعني مش عارف يقول لك ايه. يعني سيبك من الكوره، مش طب ليه تاذي بني ادم في لقمه عيشه؟ ما وصلش الغل اللي جواك يبقى بالمنظر دوت. ما ينفعش اصلا، ما توصلش نفسك للطريقه ديت واللي انت تقضي على حياه بني ادم الله اعلم ايه اللي وراه وايه اللي عنده. ما ينفعش، ما توصلهاش بالطريقه دي. برضه في الاول وفي الاخر دي كوره، احنا بنقلش على بعض بس ما ينفعش تاذي اصلا ايا كان اي انسان في لقمه عيشه ولا في حياته اصلا.
ما توصلش الموضوع لكده. انت سخنان وبتاع ومش عارف ده، في الاخر وفي الاول دي كوره، بس ما ينفعش تبقى تتاذي لاعب زي كده. وبعدين يا حبيبي، انت فاكر اصلا ده حسين الشحات ده من المهندسين ومن مصر الجديده؟ حسين الشحات ده من السلام. يعني انت ولا تاكل ولا تشرب معاه، اسال على السلام. ده غير كده وغير جمهور الاهلي نفسه. يعني انا مش فاهم برضو يعني ايه العقليه. تحس ان ايه، احنا يعني في كوكب وهم الناس دي كلها في كوكب تاني، والله العظيم يعني حاجه خارج نطاق العقل. مش عارف بصراحه اقول ايه، بس انا مبسوط. الصراحه انا مبسوط. السلام عليكم.